بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم، أهلا بكم. طبعا غياب أكثر من شهر، والحمد لله الحمد لله الحمد لله عدنا إليكم من جديد. وسامحونا على الأيام اللي ما بنعملش فيها أي فيديوهات وأي حلقات، فمعلش يعني سامحونا. ولكن الوضع في مصر في أيام كأس العالم، المفروض كأس العالم ده اتمتعنا بيه، اتمتعنا بكل ما فيه، وأجمل حاجة في كأس العالم قطر. فتحية، أكبر تحية لقطر ودولة قطر وأمير قطر اللي الناس كانت بتهاجمه سنين. دلوقتي بقى أفضل بني آدم فيها في الوطن العربي، وأشهر بني آدم في الوطن العربي بعد اللي عملوه. فده إنجاز رهيب، إنجاز كبير جدا جدا جدا، ما كناش نتخيله ولا إحنا ولا آبائنا. فالحمد لله أفضل تنظيم، وأفضل حاجة في التنظيم المبادئ والأخلاق. طبعا شفنا الجماعة بتوع الريمبو وعلى اللي عايزين يعملوه، طبعا دفعوا لهم فلوس عشان خاطر محدش يعمل حاجة. مبادئنا وأخلاقنا وديننا هي الإسلام، فده ما شاء الله عليهم، يعني حكام قطر وأمراء قطر والأمير تميم، تحية 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 كبيرة جدا 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 لهم. وتحية للمغرب، المغرب اللي عملت إنجاز غير مسبوق لم يفعله من قبل أي عربي أو أي أفريقي في كأس العالم، والوصول للمربع الذهبي، وخذوا المركز الرابع. لما يكون رابع كأس العالم المغرب، دولة المغرب الشقيقة، فتحية للمغرب والمغاربة اللي بنحبهم واللي عايزين يعملوا فتنة بيننا وبينهم دلوقتي، وهنتكلم فيه كمان شوية بعدين. فتحية لمنتخب المغرب والمنتخب المغربي، ووليد الرقراقي اللي هو مدرب الوداد كان، وبعد كده بقى مدرب المغرب. بصراحة عملوا مباريات احنا تمتعنا بيها. وألف مليون مبروك لميسي، أخيرا بعد طول غياب ميسي يتوج بكأس العالم في كرة القدم. ياه، إنجاز رهيب 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 رهيب. ولكن المقارنة بين ميسي ومارادونا بعيدة من وجهة نظري. أنا شفت مارادونا وعشت على مارادونا وتاريخ مارادونا. ميسي حريف ماشي، لكن مارادونا برضو إنجازات وكان حريف في فرقة، وكانت أيام مارادونا أيام صعبة مش زي دلوقتي. دلوقتي كل حاجة متاحة، وميسي أخذ كل حاجة. مارادونا من غير حاجة كان بيصنع المعجزات. الكورة نفسها ما كانتش صناعتها زي الكورة بتاعت دلوقتي. كرة القدم نفسها، الكورة نفسها، الجلد، صناعتها دلوقتي اتطورت. زمان ما كانتش كده. زمان كانت الكورة غير الكورة والملاعب غير الملاعب. وهو كان بيلعب في فرقة، يعني نابولي مش من قمة الدوري الإيطالي، فهو كان مخلي نابولي في قمة الدوري الإيطالي، وخدوا الدوري وخدوا لغاية ما بعد كده راح برشلونة. إنجازات رهيبة بفرد واحد هو مارادونا. فلا يعني اللي قارن مارادونا بميسي ولا مارادونا ببيليه، المقارنات غلط خاطئة. فأنا عشان عشت مرحلة مارادونا، بالنسبة لي مارادونا. في ناس ما شافتش مارادونا، عشان كده بيقولوا ميسي أحسن لاعب في التاريخ. لا، هو مش في التاريخ. مفيش حاجة اسمه أحسن لاعب في التاريخ. من وجهة نظري أنا، مفيش حاجة اسمه أفضل مدير فني في التاريخ. مفيش حاجة اسمه أفضل مدير إدارة مش عارف فين في التاريخ. مفيش حاجة اسمه في التاريخ، لأن ده له ظروف وده له ظروف، والزمن ده له ظروفه والزمن ده له ظروفه. حتى رؤساء الجمهوريات، يعني في ناس تقول لك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل رئيس جمهورية جاب مصر. طبعا ده كلام مش مظبوط. ولو مبارك برضه مش مظبوط، ولو السادات برضه مش مظبوط. كل رئيس في زمنه، وفي زمنه كانت الدولة ماشية ازاي، هي كده. فما حدش يقول لي بقى انه مثلا ايام الملك فاروق كانت احسن من ايام عبد الناصر. لا، ايام عبد الناصر احسن من ايام السادات. لا، ايام السادات احسن من مبارك. لا، ايام مبارك احسن من ايام عبد الفتاح السيسي. لا.
فكله ليه ظروف، كل زمن وليه ظروف. فنفس الكلام في الكورة، مارادونا ليه ظروف، أيامه ليها ظروفها. وبيليه، مين ينسى بيليه؟ بيليه ما شفناهوش في الحقيقة، ولكن شفنا فيديوهاته وألعابه وبطولاته. أكتر بني آدم لعب كورة في العالم بيليه ده، يعني لعب كورة لغاية ما عجز، يعني كان عنده 37 ولا 38 سنة. وأيامها كانت الكورة ما كانش فيه بطولات كثيرة، هي بطولة كأس العالم اللي بدأت في سنة 30، هو كان بيلعب في الخمسينات والستينات، فما فيش بطولات كثيرة، هي بطولة الدوري والكاس مثلا وبطولة كاس العالم. حتى البطولات القارية اللي اتعملت دلوقتي ما كانش فيه. ودلوقتي طبعا في افريقيا زي كده عايزين يعملوا بطولة سوبر افريقي، بطولة سوبر افريقية، يعني منتخبات افريقيا يعملوا بطولة سوبر لوحديها، غير السوبر الافريقي اللي هو بين بطل الدوري وبطل الكونفدرالية، لا، السوبر الافريقي اللي هو بيسموها السوبر ليج، دوري السوبر الافريقي. فزمان ما كانش فيه الحاجات اللي زي كده، ما كانش فيه دوري ابطال اوروبا، ما كانش فيه دوري ابطال افريقيا، ما كانش فيه بطولات كاس العالم للانديه، ما كانش فيه كل البطولات والالعاب دي. دلوقتي طبعا اختراع دوري السوبر الاوروبي اللي عاملينه بدل المباريات الوديه بيلعبوه، فما كانش فيه الحاجات التطورات دي. فكرة القدم دلوقتي اتطورت، فما تجيش تقول لي بقى ميسي ولا مارادونا ولا بيليه ولا دي ستيفانو ولا كرويف، كلهم لعيبه، كلهم حريفه. انا عن نفسي اعشق الحريف، ولذلك كنت اشجع ميسي الى اخر دقيقه. بصراحه ربنا مبسوط ان ميسي خد كاس العالم، على الاقل يكون عمل انجازات، توج الانجازات دي كلها بانه شال كاس العالم. مبروك مبروك لمنتخب الارجنتين، وانا من زمان والله بحب منتخب الارجنتين ده، مع ان البرازيل هي ما يعني كرة القدم دي من غير البرازيل ما تبقاش كرة قدم، لان البرازيل البرازيل بيقول لك العيل من يوم بيتولد بيلعب كورة، وحريفة فعلا، امهر ناس في العالم البرازيليين. ولذلك انا عن نفسي وجهة نظري انا احرف بني ادم مثلا لمس كرة القدم وبيعرف يرقص ترقيص كمهارة رونالدينهو. ما شفتش زي رونالدينهو، ولا ميسي ولا كريستيانو رونالدو ولا زين الدين زيدان ولا محمد ابو تريكه بالنسبه لمصر، ولا الخطيب ولا طاهر ابو زيد ولا حسن شحاته، ولا كل لعيبه العالم ما فيش احرف من رونالدينهو انا شفته بعيني، رونالدينهو البرازيلي. ولكن رونالدينهو دماغه غير دماغ الناس، ولذلك كان محبوس من سنة ولا من سنتين في البرازيل ولا في أوروجواي لما زور باسبوره وعامل ناصح، مسكوه في المطار اتحبس، خد سنتين ولا خد سنة ونص ده. المهم يعني طب انت ليه، يعني انت راجل مشهور بعد الشهرة دي كلها واللعب ده كله جاي تعمل لي عملية تزوير ولا واحد يضحك عليك؟ ما كلام عبط وهبل وخرافات. نخش على اخبار النادي الاهلي، وللاسف الشديد من امبارح كل الناس عرفت وكلنا عرفنا من السوشيال ميديا ان اكرم توفيق جات له اصابه رباط صليبي. الف 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 مليون سلامه. وطبعا حزن السنين لجماهير النادي الاهلي ولينا احنا جماهير النادي الاهلي، حزن رهيب 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 على اكرم توفيق. فألف سلام عليك يا أكرم يا توفيق، يا راجل يا محترم يا فلاح يا أصيل. أكرم توفيق الوحيد في فريق النادي الأهلي أو في اللاعبين اللي أنا شفتهم كلهم مرضاش يغير لهجته اللي هي لهجة زي قريبة من الصعيد، اللهجة الفلاحي، ولغاية ما بيطلع في التلفزيون بنفس لهجته بيقول أنا عملت وأنا سويت وكنت بشتغل في الغيط وكنت بشيل قصب على كتفي. راجل محترم بيتفاخر ويتباهى بأصله، والبني آدم اللي زي ده راجل. وفعلا هو لولا أنه راجل مش كل شوية يتصاب، بس عشان بيخش بخشونة. وأكرم توفيق ده عامل رباط صليبي ما كملش سنة، يعني في شهر واحد اللي فات 2022 اتصاب بصليبي، قعد 10 شهور ولا 9 شهور، لسه راجع من شهرين اتصاب في الرجل الثانية في القدم اليسرى. الأول كان في القدم اليمنى وعامل رباط صليبي، دلوقتي في القدم اليسرى وعامل رباط صليبي. ربنا يسترها معاك ويصبرك ويكون في عونك،
لأن الحالة النفسية أهم حاجة للاعب بالذات لما يتصاب. فده إصابتين، خبطتين في الراس توجع يا أكرم. ألف سلام عليك، ألف 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 مليون سلام عليك يا أكرم. وجماعة طبعا المعفنين اللي احنا عارفينهم طالعين يشمتوا فيه، ويقول لك قال ايه، كهربا كمان هو اللي صابه. وواحد صاحبنا من البهايم، طبعا احنا ما بنذكرش العالم المعفنه دي الا طبعا لما نكون متضايقين من الكلام. فكلامه طالع يقول لك قال ايه، قال على نواياكم ترزقون، بيقول لكهربا كده. عشان ايه؟ عشان سابهم ومشي، عشان ساب نادي الزمالك يعني. فهو زملكاوي معفن طبعا، غير الزملكاويه الجدعان يعني. في زملكاويه كثيره زعلت عليه وبعتوا له برقيات سلامه، برقيه سلامه لاكرم توفيق، ألف ألف مليون سلامه قالوا له كده الناس المحترمه كلها. و90% من الزملكاويه محترمين في كده. الحاجات اللي زي كده بصراحه بتحزن اي بشر. الناس دي مش بشر، اللي جوه هنا مش قلب، ده ما عندوش قلب، ده عنده بلك اسود، راجل معفن. هو راجل معفن، تفكيره معفن واخلاقه معفنه ولسانه معفن، بيطلع الكلام المعفن. هو الناس دي ما تستاهلش غير الكلام ده. وطالع من هناك من الامارات وجاي يقول لك على نواياكم ترزقون، وبيشمت في الراجل ويقول كهرباء هو اللي عمل مش عارف ايه. طب دي اصابه قدر الله وما شاء فعل، وربنا اللي مقدره. فانت هتيجي تقول لي ده كهرباء؟ طب ومحمد محمود كان مين اصابه؟ برضه 2 صليبي، والواحد خايف يبقى زيه. محمد محمود لغايه دلوقتي مش عارف يرجع، وكل ما بيجي يرجع مش عارف المدربين ما بيلعبوش ليه. مع انه انا من وجهه نظري والله محمد محمود ده راجل مجدي وراجل غاية يعني. طالما ما شاء الله بيبذل مجهود، انا ما اديله العبه، مطلع اعاره دلوقتي ما شاء الله يعني. هنعمل ايه؟ احنا كجماهير هنعمل ايه؟ وجهه نظر مدير فني هنعمل له ايه؟ موسيماني نفس الكلام، واللي جابوه بعد كده اسمه سواريش ده كان نفس الكلام، برضه ما كانش بيلعب محمد محمود. ولما كان بينزل والله كان بيصنع الفارق بصراحه ربنا. وجهه نظري برضه محدش يزعل مني، ولذلك قناتي اسمها وجهه نظر، محدش يزعل منها. فألف ألف مليون سلامة لأكرم توفيق. والعين صابته، العين صابته قبل ما يتصاب بليلة واحدة. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كان بيهاجمه على الجائزة اللي خدها بتاعت وشوشة في مسابقة بتتعمل لأحسن لاعب وأحسن باك رايت وأحسن مدافع وأحسن جون، أحسن حارس مرمى وأحسن مش عارف. طبعا هم كانوا عملوا كده في المثل، وخدوا أحسن رئيس نادي وأحسن مدير نشاط رياضي وأحسن مشرف على الكورة طبعا ابنه، وكانوا فرحانين في جريدة المثل. طبعا كله ده كلام فاضي. عنده وشوشة لما كله أهلاوية قال لك ازاي أكرم توفيق ياخد أحسن باك رايت في مصر؟ ده كان مصاب السنة كلها يا عم، كان مصاب السنة كلها، بس ما فيش حد بيأدي في مصر زي أكرم توفيق في الشهرين اللي رجعهم نمرة 1. تقدر تقول غير كده؟ ما تقدرش يقول غير كده. ولو جبت باك رايت في الزمالك أو في أي نادي تاني يقترب من أكرم توفيق ممكن تقدر تقول واحد بس، اللي هو في فيوتشر عمر كمال عبد الواحد، وما بيلعبش باك رايت دلوقتي، ما بيلعبش باك رايت. فأنت ما تجيش تتكلم وأنت ما عندكش حاجة، أنت عايز كل حاجة بالحرام. طبيعتك ربنا خالقك كده. النادي ده كده من يومه ما بياخدش حاجة بالحلال أبدا، ما بيفكرش غير في الحرام. ولذلك رايحين ياخدوا لعيبة النادي الأهلي. طب هو راح هيعملوا إيه يعني؟ هيعملوا لك إنجازات؟ لو عملوا هيعملوا سنة، لكن من المبادئ لا تجزى. فأنت دلوقتي يعني مبسوط إن أكرم توفيق اتصاب وطالع تهاجمه، اتصاب تاني يوم بفقره، راجل فقر والله العظيم، راجل فقر. جاب سيرة الواد جاله صليبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكهرباء برضو المفروض يقول كده، لأن الناس دي بتعلق الشماعة على كهرباء، يعني بيرموا التهمة على كهرباء هو اللي سبب إصابته. وطبعا حسبي الله ونعم الوكيل، هو مش كده. ويقال إنه استاد التتش هو سبب الإصابات، الله أعلم، ما تعرفش يعني. الاستاد النجيلة والأرضية بتاعت استاد مختار التتش اللي في النادي الأهلي في الجزيرة، هل فعلا اللي بتجيب الإصابات دي؟ طب ليه ما بتجيبش الإصابات دي في غير كل فترة وفترة يعني؟
طب ما هو اتصاب مع المنتخب المره اللي فاتت وكان صليبي برضه، كان استاد التتش، كان في مباراه وطلع مصاب من المباراه. يعني كان فين؟ في الكاميرون لما اتصاب في كاس الامم الافريقيه، فاكرين احنا الكلام ده، وما لعبش كاس العالم اللي فات. وتقول مكتوبه محمد هاني، هو كل مره كل كاس عالم محمد هاني. وطبعا كاس العالم لوحده عامل شياط في 100 عقبه، وكلهم زعلانين وحزانه ان النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه. طبعا عرفنا الكلام ده من فتره وكناش بنعمل فيديوهات فيها. هم طالعين زعلانين. يا عم ده اللائحه كده، القانون كده، الفيفا بيقول كده، مش بمزاجنا. وحصلت قبل كده مع ناس. اشمعنى لما كانت بتحصل مع ناس ما كنتش بتحكي؟ لكن عند النادي الاهلي لا، النادي الاهلي هو اللي حارقهم، النادي الاهلي هو اللي عامل لهم شياط من تحت الباط. هو النادي الاهلي بيعمل لهم شياط من تحت الباط للاسف. الناس دي ناس، ما انا بقول والناس بتزعل مني لما بقول الكلمتين دول، مع انه كلمتين والله العظيم يعني اقل ما يقال عليهم. ان العالم دي عالم معفنه، والله عالم معفنه فعلا، معفنه فكريا، دماغ غلط، دماغ معفن للاسف الشديد. شماتين وطالعين دلوقتي يقول لك صفقات الاهلي وصفقات الزمالك. طب صفقات الزمالك اهو، الراجل اللي مشي بتاع المغرب ما تحملش الهجوم اللي عليه ومشوه، ودلوقتي عايزين يمشوا الثاني اللي هو بتاع المغرب ده زكريا الوردي، والثاني ابراهيم انضاي، وسامسون كنيولا ده اللي بيلعب دلوقتي لعبوه في اخر مباراه وطالعين بيه السما. ودلوقتي المدير الفني قال لهم راحوا لهم الاثنين اللي فضلوا، ابراهيم انضاي اداهم الضوء الاخضر، قال لهم شوفوا لهم عقد في يناير، عايزين يمشوهم. طب فين الصفقات اللي انتم بتعملوها؟ جايين تسالوا على صفقات الاهلي وبتفتنوا الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي على الصفقات. لا يا عم، احنا مش عايزين صفقات، حتى لو ما اتعملتش صفقات برضو ان شاء الله الاهلي فوق الجميع. والاهلي في كوره نمبر 1 في افريقيا باذن الله نعمل انجاز في كاس العالم للانديه باذن الله في المغرب. ومع انهم عمالين يفتنوا النادي الاهلي والمغاربه وعايزين يخلوا المغاربه يعملوا هجوم او اي رد فعل جمهور المغرب يعملوا على النادي الاهلي، اكيد هيبقى سببه مين؟ اعلام نادي الزمالك. الاعلام اللي طالع كل يوم يهاجم النادي الاهلي ومحمود الخطيب، مره يقولوا الساعات يا خطيب الساعات يا خطيب، ومره يقولوا مش عارف الدوله سايبانا ماسكه في الفراخ وسايبانا احنا. يعني الدوله حتى تهتم بينا زي ما بتهتم بالفراخ في موضوع الدواجن. لما طلع ايهاب الفولي قال الكلمتين دول، طب انت بتشبه نادي الزمالك بازمه الفراخ؟ يا اخي والله العظيم عيب. نادي الفراخ ده انا مش عارف ايه نادي الفراخ ده. الاعلام بتاعهم بوظ الدنيا، وبيطلع يشتم ويتكلم على الخطيب ويقول لك الخطيب نحس، الخطيب نحس. دي الكلمه دي طالما طلعت منك اعرف نفسك انت راجل وضيع. ما يطلعش الكلام ده الا من بني ادم وضيع. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن التطير اللي هو البخت، اللي بيؤمن بالبخت والنحس. يقول لك فلان ده نحس وفلان ده وشه حلو وده فلان ده وشه وحش، واليوم ده مش عارف ايه، ويحب يوم السبت وما يحبش يوم الاحد، ويقول لك انا يوم الثلاث ما بحبوش ويوم الجمعه مش عارف. طبعا ده كله ده تطير، التشاؤم، التطير ده وحش. النحس قال خطيب نحس. دلوقتي الخطيب بقى نحس. افضل لاعب في مصر وافضل لاعب في افريقيا سنه 1983 وصاحب الحذاء الذهبي في افريقيا بقى نحس. احرف واحد لمس كوره في مصر احرف واحد لمس كوره في مصر الخطيب. دلوقتي بقى نحس عشان بقى رئيس النادي الاهلي، وعشان ما بيهاجمكمش، عشان ما بيطلعش يرد عليكم، عشان راجل محترم ومؤدب. انتوا فاكرين انه لقمه طريه تقولوا عليه اي حاجه. لا، احنا هنطلع ندافع عنه، لان الراجل ده رمز من رموز النادي الاهلي، سواء هو او حسن حمدي او الخطيب صالح سليم. وطالعين من كام يوم يقول لك شال صوره ما حسن اسمه صالح سليم وحاطين صوره حسن حمدي. يا راجل يا كذاب يا افاق يا منافق. الصوره دي من مدينه نصر، حاطين صوره زيها في مدينه نصر. فالاجتماع كان في اهل مدينه نصر. طبعا انت ما تعرفش ان اهل مدينه نصر غير اهل الجزيره،
الاهلي اللي في الجزيره اللي هو جنب البرج ده ده النادي الاهلي الاصلي، في صالح سليم وصوره صالح سليم وقاعده زي ما كانها زي ما هي، عاملين صوره زيها هناك بس الحسن حمدي لانه رمز برضه من رموز النادي الاهلي. وان شاء الله يعملوا نفس قاعه الاجتماعات دي هي برضه في الشيخ زايد، وممكن يحطوا فيها الخطيب او يحطوا فيها الاستاذ عادل القيعي، اي صوره هم يحبوها يحطوها. الرموز بتوعنا احنا بنقدرهم، عمره ما هيشيلوا صوره صالح سليم. يا كذاب يا كذاب يا فتان، بتفتن جماهير النادي الاهلي وعايز تهيجهم على مجلس الاداره والعمري فاروق. والله العظيم زمن الرويبضه، انا كل فيديو بقول لكم زمن الرويبضه. التافهين يتحدثون، التافهين يتحدثون، وطالع يقول لك انا فلوس ممدوح عباس، وبعت جواب لوزير الماليه عشان وزير الماليه ياخد الضرائب، قال تاخد فلوسها وبدل ما ياخدها ممدوح عباس. طب ما حق مع ممدوح عباس، ولو مش حق ممدوح عباس القضاء كان حكم له. طب ما القضاء المصري، انت بتشكك في نزاهه القضاء المصري ويقول لك القاضي ده مش عارف ايه، والقاضي ده يعني القاضي مرتشي، يعني القاضي بيحابي ممدوح عباس. الحكم عنوان الحقيقه، الحكم صدر لصالح ممدوح عباس، خلاص ياخد حقه. انت مش عايز تاخد حقه ليه؟ كنت عودت على السرقه والباطل، ولذلك حتى مال اليتيم كلتوه. اجوجو ده مش كان ليه فلوس قبل ما يموت ومات، وعياله رفعوا قضيه وعايزين فلوسهم من نادي الزمالك. طبعا كله ده ايه؟ اسفح انا اسفحناكم، انتوا سفاحين في الحرام زي الفل، في الحرام زي القطر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحنشوف آخرة الإعلام بتاعكم اللي حيودينا لغاية فين، وكل يوم في الحضيض. والدولة طبعا إذا كل أرض، يعني حتى المسؤولين ولا وزير الشباب والرياضة زمان كان ليه دور، دلوقتي فين دوره؟ ولا يقدر يعمل حاجة، ولا مع مرتضى منصور ولا اللي ورا مرتضى منصور، لأنه في ناس الله أعلم بيعملوا إيه. الناس دي مبسوطين بالكلام ده، خلاص خليهم. يعني احنا كأهلاوية كجمهور النادي الأهلي الحزن على مصر كلها، في الرياضة مصر كلها غير الدهر. وشايفين امبارح مباراة الترسانة والسكة الحديد. طب الراجل يعني إبراهيم نور الدين عضو مجلس إدارة ولا مشرف على الكورة في نادي السكة حديد، راح يودي لهم حكم وبين الشوطين يروحوا يهددوه ولا يقولوا له ادينا ضربة جزاء، راح مديهم ضربة جزاء في الدقيقة 90. والترسانة طبعا مظلومة، راحوا ينزلوا عليه ضربوه. خراب غلط. وانت يعني عشان خاطر حقك هتاخد حقك بدراعك؟ بس والله برضه رجاله، يعني الواحد لما بيجي يتكلم هم اذا كانوا انت عايز تاخد حق مش حقك بالباطل. والمدير الفني اتضح ان المدير الفني للسكه الحديد ابن عزمي مجاهد، امير عزمي مجاهد، طبعا راجل محترم وكل حاجه، بس هو كده. حتى لعيبه نادي الزمالك ومدربين نادي الزمالك مش فارقه معاهم الحلال من الحرام، عايز ياخذ نقطه بالحرام. طب انت عايز تتعادل بدل ما تتهزم، طب ما خلاص هي جاي تخلي الحكم غصب عنه يديك ضربه جزاء، وهي مش ضربه جزاء، الواد في صدره الكوره وشفناها. وهم ليهم 3 ضربات جزاء، الترسانة ليها 3 ضربات جزاء، يعني فعلا اتظلموا. فلذلك رئيس النادي وابن رئيس النادي والمديرين الفنيين والمدربين وكله نزل دعك في الحكم خد له علقه بصراحه ما ياخدهاش حرامي في جامع. فهو ده وضع الكوره في مصر، وانتوا اللي وصلتونا لكده. لما بتسيبوا الناس تتكلم كلام فارغ، الناس خلاص كل واحد يعمل اللي هو عايزه بقى، وراحوا ضاربينه. طب هو ده ما انت اللي السبب. هو ابراهيم نور الدين ده تضارب مصالح، يعني واحد زي حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره برضه تضارب مصالح، هو عضو في نادي زد. طب انت ما ده غلط، نادي زد بيلعب في الدرجه الثانيه دلوقتي. طب ونادي زد انت عضو في النادي، عضو مجلس اداره في نادي، ينفع يبقى عضو مجلس اداره في اتحاد كره القدم؟ طب ما ده غلط. ولو بره مصر، مستحيل بره مصر الكلام ده يحصل في اي دوله، سواء في السعوديه، في الامارات، في قطر، في ليبيا، في تونس، في السودان، في الجزائر، في المغرب، مستحيل تلقى واحد كده.
زي حازم إمام ماسك منصبين، يعني إيه ده؟ طالع بروحين في المسلسل، يعني طالع بشخصيتين في المسلسل. طب في المسلسلات ماشي بيضحكوا علينا وبيقولوا لنا كده، احنا كنا بنتفرج المسلسلات كان فيه ممكن تلقاه هو واخوه نفس الشخص طالع بدورين. طب انت طالع بدورين يعني حازم يا امام ولا ايه؟ وابراهيم نور الدين طالع لي بدورين؟ طالما انت حكم وحكم دولي، وسبحان الله يا اخي الناس دي عايزه تاخد كل حاجه، فتعودوا على الحرام، اتعودوا على الحرام، كل حاجه حرام بتلقى جرى عليه. هو بينسى ربنا خلاص، هتعمل له ايه اللي زي ده؟ بس يستاهلوا الضرب، يستاهلوا الضرب، مع ان الضرب غلط، مع ان ضرب الحكم نفسه موضوع غلط، انا ما بحبسش ضرب الحكم، بس برضو انت مظلوم، الظلم اللي انت واقع عليك ممكن، الله اعلم، ممكن انا لو مكانهم ممكن اعمل كده، ممكن اوصل لكده، الا لو مسكت غضبي زي ما قال الرسول، واملك نفسك عند الغضب، املك نفسك عند الغضب، وطالما ملكت نفسك عند الغضب خلاص مش هتعمل الغلط ده. وللاسف بقى خلاص الكره المصريه رايحه لفين؟ الكره المصريه رايحه لفين؟ هم دول الناس اللي ماسكه البلد، اللي ماسكه كره القدم، مش البلد يعني، لا، البلد ناجحه في حاجات كتير، مشروعات قوميه رهيبه عاملها طبعا وزراء ورئيس وزراء، نحن نقدر مجهوداتكم، بس فين مجهوداتكم في كرة القدم؟ فين إنجازاتكم في كرة القدم؟ نظرة لكرة القدم، مش نظرة لنادي الزمالك، انتوا كل نظراتكم لنادي الزمالك، قضاء بتبصوا لنادي الزمالك، في كل حاجة لنادي الزمالك، بتبصوش غير على نادي الزمالك. طب خلاص خليكم قصاد نادي الزمالك. أول مرة في حياتي أشوف ناس بتمشي ورا واحد فاشل 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 وعايزين ينجحوه غصب عن أي حد، وطبعا ده عمره ما هيحصل، عمره ما هيحصل للأسف، يعني انتوا عارفين وأنا عارف. معلش طولت عليكم، بس هي سبحان الله يعني جت في توقيت أنا نفسي الحمد لله كويس، وربنا يرحمنا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما نقطعش عنكم تاني في فيديوهاتنا. ويا ريت يا ريت يا ريت كل الناس اللي سمعاني تصلي على النبي، تصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويدعو لنا ولكم، ويدعو لكل المسلمين بظاهر الغيب. وقبل الختام أرجو من حضراتكم اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة حتى الآن يشترك في القناة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.